السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ اللهلوبه. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. رجعنا بقى تاني لوصفاتنا بقى الجامده جدا الجباره. النهارده ان شاء الله يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض وصفه فراخ. عايزه اقول لكم الفراخ اصلا من الحاجات اللي هي ما بتخلاش منها العزايم عامه. لان السعر بتاعها يعني على قد ما كده بيبقى اقتصادي، ما بيبقاش غالي زي اللحمه. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه جميله جدا مناسبه قوي لو هتعمليها يعني في العزايم. اول حاجه كده زي ما انتم شايفين طبعا هنسمي الله الاول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. وندخل بقى على الطريقه كده بتاعه الخلي الورك. انا الاول حبيت اوريها لكم يعني بالنسبه للناس اللي بتجيب الوراك سليمه وبتعملها هي في البيت تخليها. اول حاجه بتشيلي العظمه اللي هي ايه الطويله دي، عظمه الورك، شايفين اللي انا بشاور لكم عليها. بس اهم حاجه تشتغلي بسكينه يعني ما تكونش تخينه، تكون السن بتاعها رفيع وفي نفس الوقت تكون حاميه. علشان طبعا كل ما السكينه تكون حاميه كل ما هتسعفك اكتر. دلوقتي شايفين الورك كده بقى ايه؟ يعني مفيهوش اي عظم زياده. دلوقتي بقى مسكت السكينه بقى ماسكه الجزارين دي بقى يوعى. وهبتدي بقى ان انا افتح الورك بتاعي يعني، او الورك بتاع الفرخه بقى مش بتاعي. ورك الفرخه. هتمشي كده تبع العظم، يعني هتمشي كده تبع العظم بسن السكينه. هتلاقي ان العظم يعني هتفلت لوحدها. وتحاولي بقى تسلكي على قد ما تقدري كده اللحمه من العظم، وما تخليش العظم فيه يعني لحمه خالص. زي ما انتوا هتشوفوا كده ان انا هخرجها ايه سليمه خالص. ما شاء الله السكينه بتاعتي دي حاميه جدا فايه. ما شاء الله يعني سعفاني. للناس بقى اللي مش عندها سكينه حاميه او اللي ما بتحبش يعني تتعب نفسها في البيت، ممكن تجيبيه من عند الفرارجي مخلي جاهز كده، تقولوا له انا عايزه اعمله زي الحمام الكداب، او تقولوا لي خليه له بس من العظم. ما شاء الله والله مش بياخد وقت خالص. اهم حاجه زي ما قلت لكم بس التكايه الوحيده ان السكينه تكون حاميه. شايفين كده ما شاء الله طلعت اهي العظمه ما فيهاش اي لحمه خالص. وادي كده بقى اللحمه بتاعت الورك. دلوقتي بقى ايه، انا غسلتها كويس جدا ونقعتها في ميه وخل وملح. هسيبها بقى كده تتنقع يعني لمده 10 دقايق. ودلوقتي هنعمل بقى الرز بتاع الخلطة ده. يا جماعة رز بسمتي هندي أصفر. ممكن تستخدمي الرز الأبيض بتاعنا المصري العادي. نقعته في شوية مية وكمان شوية ملح. هسيبه في المية والملح دول تقريبا يعني ربع ساعة. وبالنسبة للتتبيلة بقى اللي هنحطها على الوراك، ملح وفلفل وكمان بهارات فراخ وبابريكا. ونص كوباية أو ربع كوباية صغيرة خل وكمان ربع كوباية صغيرة زيت. ممكن تستخدمي زيت الزيتون أو الزيت العادي زي ما انت عايزة. أنا استخدمت الزيت العادي لان بصراحه يعني مش بحب نكهته قوي في الاكل. ممكن يبقى على السلطه حلو. هنسيب بقى الفراخ بتاعتنا دي منقوعه في التتبيله دي مش اقل من ساعتين او ساعه ونص على الاقل يعني علشان تبقى طعمها حلو. دلوقتي هنجهز مع بعض بقى الرز بتاع الخلطه. هحط كده في الحله دي معلقتين كبار زبده، وعليهم كمان رشه زيت علشان الزبده ما تتحرقش على النار. وبعد كده هروح نازله عليهم بقى ببصلايه كده متقطعه يعني رفيع على قد ما اقدر. هنحمص بقى البصلايه شويه صغيرين خالص كده مع الزبده. احنا يا جماعه مش هنديها لون، احنا يا دوب بس كده هنخليها تدبل. واول ما نحس انها دبلت هنروح نازلين عليها على طول بربع كيلو لحمه مفرومه. وممكن على فكره تستخدمي اقل من ربع كيلو يعني زي ما انت عايزه. لو حابه ان انت تعملي الوصفه دي بمعلقتين لحمه مفرومه بس هينفع، او 8 كيلو يعني نص الربع، على حسب امكانياتك. فانا تملي طبعا بقول لكم على حسب امكانياتكم، على اساس اللي موجود في البيت اشتغلي. مش لازم خالص يعني تبقي مرتبطه بالمقادير اللي بتتقالك. لا انت ممكن تقللي او تزودي زي ما انت عايزه. هنحط بقى التتبيله بتاعتنا بقى الجميله دي على اللحمه المفرومه، ملح وفلفل وكمان معلقه كبيره من بهارات اللحمه. دلوقتي بقى نزلت بالرز بتاعي، هبتدي احمصه كويس قوي مع اللحمه والبصل لغايه لما احس ان هو نشف من ميته. وبعد كده هتظبطي بقى الميه بتاعه الرز البسمتي. يا جماعه كل كوبايه رز بتاخد قصادها كوبايتين ميه. الناس اللي هم العرايس الجداد يعني اللي هم ما عندهمش خبره قوي في الرز، اعملي رز بسمتي بجد مش هيعجن منك ابدا ولا هيكسفك ابدا. لان مهما تديله ميه استحاله ان هو يعجن. دلوقتي بقى بنحشي الوراك بتاعتنا بقى بالخلطه بقى الجميله اللي احنا عملناها بتاعه الرز باللحمه المفرومه. وزي ما انتم شايفين كده انا حطيت بقى الورك في بوله وبعد كده حشيته.
وبعد كده بقى ايه قلبت البول على ايديا وهحطها بقى في بايركس. البايركس يا جماعه ما فيهوش زيت ولا ميه ولا فيه اي حاجه خالص، ناشف تماما. هتقولي لي الفراخ دي هتستوي بايه؟ الفراخ دي يا جماعه هتتشوي في الفرن، وهي هتنزل السوائل بتاعتها، وهتنزل برضو الجوس يعني بتاعها. فما تقلقيش خالص انها تنشف منك او تتحرق او تلزق في البايركس، الكلام ده مش هيحصل خالص. اهم حاجه ان انت تضغطي عليها وتحاولي تقفليها كويس قوي علشان الرز بتاعها يعني ما يخرجش منها اثناء التسويه. وبالنسبه لطريقه الحشو زي ما انتم شايفين كده سهله جدا. بتجيبي الورك تسقطيه كده في البوله، وبعد كده تحطي 3 معالق رز بالمعلقه بتاعه الاكل، وتقفلي بقى بالجلد كده كويس جدا، وتضغطي ضغطه خفيفه، وبعد كده تروحي قلبه البوله على ايديكي. بتطلع بصوا بقى ولا سحر ولا شعوذه، منتهى الجمال. شايفين كده؟ ودي على فكره يا جماعه الحمرا دي مش صلصه طماطم، دي البابريكا اللي انا كنت حطاها على التتبيله. عايزه اقول لكم والله العظيم على قد ما هي يعني مش مقرفه خالص زي الحمام الكداب، والفكره بتاعته التقليديه اللي هي بقى ايه، تحطي لسه في ورق فويل وتلفي وترجعي تسلقي والكلام ده، وتحطي بقى في خله وتحطي مش عارفه وخيط. ده بجد الطريقه دي حلوه جدا وشيك، عامله كده زي الصوره بتاعت الاوزي لو تسمعوا عنها. انا خلصت بقى الحشو بتاع الوراك. دلوقتي حطيت في الاول كده ورقه زبده علشان طبعا الالومنيا بيتفاعل مع الاكل، وفوقيه ورقه الومنيا، وهدخله على درجه حراره عاليه جدا في الفرن على درجه حراره 180 او 200. بس اهم حاجه تحطيها في الرف الوسطاني، ما تحطيهاش على الشبكه على الصاج معلش. وده بقى شكل الابداعات الفنيه بتاعت ام عبد الله بعد ما طلعت من الفرن. حاجه بصوا ما شاء الله اللهم بارك. افتكر ان كلكم دلوقتي عايزين تنطوا بقى في الشاشه كده علشان تاكلوا الجمال ده وتشموا الريحه. يا سلام، حاجه بجد من الاخر. الله الله. وشايفين بقى الصوص؟ انا حبيت ان انا اوريكم والله يا جماعه ما حطيتش ولا نقطه ميه. وده بقى الرز اللي اتبقى معايا علشان انا كنت مزوده كميه الرز. انا عملت قدامكم كوبايه، بس الحقيقه بعد كده زودت شويه لان كنت حابه ان انا اقدم جنبها رز اللي هو باللحمه المفرومه. لكن هي كوبايه الرز البسمتي دي هتكفي وهتزيد على فكره. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله هي متماسكه جدا ومفكتش معايا بجد يعني ما شاء الله زي الفل. وبالنسبه للصوص للمره التانية سويتيها بايه يا ام عبد الله؟ ما حطيتش والله يا جماعه اي ميه خالص. بترصي الوراك زي ما هي كده في الصينيه وتغطيها كويس. اهم حاجه ان انت تدخليها على درجه حراره عاليه. وعايزه اقول لك اللحمه بصوا بقت بغاشه، بقت دايبه كده، بجد حاجه قمر تستاهل بقكم. اتمنى بقى يا حبايب قلبي ان كلكم تجربوها. زي ما قلت لكم مشرفه جدا 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 في العزايم، وكمان ممكن تعمليها بقى كده لزوجك واولادك في يوم كده تكوني راضيه عنهم، ان شاء الله هتعجبهم جدا. بالهنا والشفا ليكم كلكم، وكمان بالهنا والشفا للي كلها واللي هيجرب الطريقه. استنى بقى يا حبايب قلبي تعليقاتكم كتير قوي اللي انا بحبها جدا على الفيديو، وكمان تعليقاتكم الجميله اللي بتسعدني تملي وبتديني دفعه للامام. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اسيبكم بقى في رعايه الله وامنه، مع السلامه.